السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا بتواصلي معكم عبر مطبخ الملكة. اليوم غادي ندير لكم واحد الطبق جميل جدا، يعني طبق يدخل الفرن. هو طبق البوزلوف. كما راكم تشوفوا هذا البوزلوف نتاع العيدة يعني كنت طيبته يعني نصف طياب. ديري يعني سيدتي في كيكوطة، ديري الماء والفلفلة حمراء، الملح والحرور وشوية بصل وشوية رند، وتبلعي عليه وتخليه يطيب. من بعد كي يطيب يعني تقطعيه يعني قطع صغيرة هكذا. انظري سيدتي الفاضلة، يعني تقطعيه هكذا قطع صغيرة. إذا لتحضيره في الفرن لدينا أولا الثوم، أيضا المعدنوس. ونعطيك واحدة الدبارة سيدتي، أن المعدنوس دائما يعني كي يعني نجيب بزاف المعدنوس، نشري بزاف المعدنوس من السوق، يعني نغسله ونقطعه هكذا ونديروه في بلارة ونحتفظ به في الثلاجة. وعندي هنا أيضا حبة بصل مربية، ربيها سيدتي جيدا ولا قطعيها يعني قطع صغيرة. وعندي هنا الطماطم، زوج حبات طماطم يعني سكرفشتهم، وأيضا درت يعني نص مغرف طماطم مصبرة. وعندي الزيت كما كتشوفي هنا، وأيضا كأس ماء وليزيبيس يعني التوابل، منها الكمون، يعني هذا الطبق الكمون يبغي الكمون سيدتي. ونزيد هنا الفلفله الحمراء كما كتشوفي، الحرور، وندير أيضا هذا التابل القزبر المطحون. هذه هي كل المقادير سيدتي الفاضلة. ومن بعد يعني نديرو شويه دهان، كي نديرو في البلان نديرو شويه دهان باش يطلق تلك البنه وفقط. نروح الى طريقه التحضير. يعني انا نبدا ندير يعني البوزلوف نديرو يعني صباح باش نطيبو في الليل، ولا درتيه سيدتي يعني ثمثم يعني حاجه عاديه جدا. انا نديرو باسكو علاه باش يعني يمتص كل تلك المواد ويجي شباب ويجي يعني لذيذ جدا. نديرو اولا المعدنوس والقزبر والثوم هنا هكذا. نديرو الطماطم هنا، نديرو الطماطم مع الطماطم المصبره، وايضا الكاس نتاع الماء هكذا. ونزيدو شويه زيت هكذا، يعني 2 مغارف ولا 3 على حسب يعني الذوق. ونضع الملح، يعني الملح على حسب الكونتيتي نتاع البوزلوف. نديرو سيدتي القزبر المطحون متكثريش، ونزيدو الفلفله حمراء، يعني هذا الطبق يبدا فلفله حمراء. بغيتي ديري يعني الحار ايضا ديري الحار. نزيدو الكمون تابل، لا الحرور، نزيدو الحرور وايضا الكمون. هذا الطبق يعني يبغي الكمون. انا غادي نزيد يعني كونتيتي كبيره، دقيقه نحلل البواطه وندير هاك خير هكذا الكمون، ونخلط جيدا كل المقادير هكذا سيدتي. ومن بعد نزيدو البصل كما كتشوفي هكذا، ونسكبه على الخليط هكذا كما راكي تشوفي سيدتي. ونخلط جيدا كل المقادير. كنت زدت فيه يعني الكركب ايضا او الكركم، تبغي ديري ايضا سكنجبير يعني ديري سكنجبير، ونغطيوه هكذا بالسلوفان وندوروه في الثلاجة يعني لمدة 2 ساعات او على حسب ما تبغي سيدتي. يعني حنا رانا باغي نديرو له هاك باش كيما نقولوا حنا يعني يمتص كل تلك المواد. بعد ما قعد يعني 2 ساعات في الثلاجة، نحاولوا اننا نديرو هذا السلوفان
نديروه في البلا. هذا البلا نديروه في البلا اللي يدخل في الكوشه كما راكي تشوفي سيداتي. سقدوه ونديرو يعني شويه دهان هكذا فوقه باش يعطي يعني بنه، يعطي بنه شابه للطبق هكذا. يعني ما تكثروش، يعني ديروه بشويه، درنا شويه زيت فيه هكذا. ايضا هكذا. حاجه يعني نسيتها معكم ما درتهاش، هو الزعتر او الزعتره هكذا، رش شويه غير شويه ما تكثريش سيداتي هكذا. ونغطيه بالورق، ورق الطهي، ونديروه في الكوشه باش يطيب من التحت، ونزيدو نطيبوه من الفوق. كي تشوفي سيداتي طاب شويه من التحت، اقديلو من الفوق وخليه يتحمر هكذا. ديجا يعني داخل الطياب. وهنا يعني درت الروز يطيب، غادي يعني نقدمه بالروز. اللي قل البطاطا معاه، بصح انا اليوم يعني فضلت انني نقدمه بالروز. كما راكي تشوفي سيداتي طاب حتى العظم، يعني ما نقولوا نسل يعني جا ما شاء الله. جربوه واعطوني رايكم. هنا درت يعني الروز يعني هكذا، ومن بعد نحطوه هكا. شوفوا لي يعني طريقه التحضير او طريقه التقديم لهذا الطبق الجميل جدا. صدقوني جا ما شاء الله، ذقت البيلات يعني جات يعني يعني جا لذيذ جدا صدقوني. هكذا يعني طريقة جد سهلة. هكذا نزينه بالمعدنوس هكذا. وشهية طيبة سيداتي وسادتي. انظروا جاي شهي ما شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.